السلام عليكم. سفير إسباني كيفضح الجزائر وكيفضح الكذوب ديال الجزائر. يلا نشوفوا التفاصيل، ولكن قبل ما نبداو كنقول لكم يا إخواني وأخواتي، ديروا لايك وفعلوا الجرس وديروا متابعة باش يوصلكم كل جديد، وكتبوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات. شاهدوا يا إخواني وأخواتي التفاصيل. أكد خورخي ديزكيار المدير السابق للمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية والسفير السابق في المغرب والولايات المتحدة أن مطالبة المغرب بسبتة ومليليا دائمة ولن تختفي. وقال ديسكاير: في بعض الأوقات يمارس المغرب ضغوطا أكبر، وفي أوقات أخرى ينخفض الضغط وفقا للعلاقات الثنائية، لكن المطالبة بسبتة ومليليا لا تختفي. إذا كان هناك من يعتقد بأن المغرب سيتخلى عن هذه المطالبات يوما ما فهو مخطئ تماما. فما هو الحال مع جبل طارق وإسبانيا؟ سمعتوا اش كيقول؟ الميساج راه واصل للجزائر. كيف الجزائر كتقول لك لا المغرب صافي راه باع سبتة ومليليا؟ كدابة. سمع اش غيقول هذا سفير إسباني. وأكد المتحدث في حوار مع صحيفة لاراتول الإسبانية أن التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب لا يشكل تهديدا للعلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحافظ على العلاقات متميزة مع إسبانيا، حيث تمتلك قاعدة عسكرية مهمة في روتا تعتبر أساسية لعملياتها في الشرق الأوسط، مضيفا: لا أرى أننا قد نفقد وزننا في المنطقة بسبب ذلك. وأعرب ديزكاير عن استغرابه من استمرار إغلاق الحدود في سبتة ومليليا منذ عام 2019، مشيرا إلى أن المغرب يتبنى استراتيجية خنق اقتصادي تجاه هاتين المدينتين، مضيفا أن إسبانيا لم تتمكن من عكس هذا الواقع، مؤكدا على ضرورة التعايش مع هذه الاختلافات لأن الجوار الجغرافي بين البلدين دائم. وأشار ديزكاير إلى أن هناك صراعا تاريخيا على الهيمنة بين المغرب والجزائر يعود إلى استقلال البلدين، موضحا أن الجزائر تستثمر كثيرا في الدفاع، حيث تمتلك ثاني أكبر ميزانية عسكرية في إفريقيا، بينما يتسلح المغرب أيضا خاصة بالتكنولوجيا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسرائيل، مؤكدا أن هذا التسلح ليس موجها ضد إسبانيا. كيف ما سمعتوا يا اخواني واخواتي، الجزائر كتقول لك بان المغرب باع في السبت ومليليا، هو السفير الاسباني كيقول لك بان المغرب عمرو سكت شي نهار على سبته ومليليا، وديما كيطالب بسبته ومليليا. ها هو اللي قال ماشي حنايا. السفير الاسباني ديسكاير. لا حول ولا قوة إلا بالله مع الجزائريين الكذابة اللي كيكذبوا وكيروجوا مغالطات كيسرحوا بهم للأسف، كيسرحوا بهم الجزائريين ومتيقين هاد السيناريوهات ديالهم، كيقولوا بأن المغرب باع سبتهم ليليا. علاش المغرب ها هو كيقول لك كل مرة كيطالب بسبتهم ليليا. المغرب ديما غيطالب بحقه، وحقه ما غيفرطش فيه. اخواني واخواتي، كنتمنى يكون عجبكم هذا الخبر وعجبكم هذا الفيديو. كنقول لكم ديروا لايك ومتابعة وفعلوا الجرس وكتبوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات.